اهلا بيكم. لو قلت لك هل انت فاكر اصعب يوم في حياتك؟ انا مش بقول لك تفتكره دلوقتي، انا بسألك لو كان حاضر كل يوم بنفس الألم بنفس التفاصيل بنفس الإحساس، كنت هتعيش ازاي؟ يعني لو كنت مش هتنسى مع الوقت ومش هتتعلم تتعايش معاه وهو هنا كل يوم زي أول يوم. اللي أنا قلته ده مش سيناريو خيالي، ده حياة جيل برايس. تعال نعرف أكتر إيه اللي حصل. أنا إسماعيل أحمد ودي قناة الجانب الرمادي، يلا بينا نبدأ. الحالة دي كان عمرها 14 سنة لما لاحظت إن في حاجة مختلفة. أي تاريخ بتسمعه، أي يوم بيفوت عليها، أي لحظة عاشتها بتفتح في دماغها ملف. المشكلة إنها ما كانتش بتستدعي الذكريات كانت بتيجي هي وهي مش قادرة تقفل الملفات دي. بس في البداية ما تنساش لايك شير سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد. جيل برايس اتولدت سنة 1965 في أمريكا. طفولتها عادية وأسرتها عادية وحياتها عادية إلا حاجة واحدة بس. من سن 14 سنة دماغها بدأت تحتفظ بكل يوم بيفوت عليها. مش اللحظات الكبيرة بس، لأ، كل حاجة. اللي أكلته، الأغنية اللي سمعتها في العربية، اللون اللي كانت لابساه، المحادثة اللي اتكلمتها مع صاحبتها في التليفون. كل ده محفوظ وكامل وواضح. يعني لو قلت لها 28 مارس 1992 هتقول لك كان يوم السبت وكانت عاملة إيه وحصل فيه إيه وكده. هتحكي كل حاجة من غير تفكير. الناس في الأول فكرت إنها موهبة، لكن هي كانت شايفة إنها عذاب. لأن الدماغ اللي بتحتفظ بكل حاجة بتحتفظ بكل التفاصيل، زي الفرح والخيانة واللحظات الحلوة والجروح اللي المفروض تندمل وتختفي. في سنة 2000 كتبت رسالة لعالم النفس جيمس ماك جو من جامعة كاليفورنيا، وصفت فيها حالتها وهو فكر في الأول إنها بتبالغ وطلب يختبرها. وهي جاوبت على كل سؤال بدقة وبتفاصيل قابلة للتحقق. ماك جو قضى 6 سنين بيدرس دماغها، وفي سنة 2006 نشر ورقة بحثية وصف فيها حالتها المرة الأولى في التاريخ. والظاهرة دي سماها هايبرسايميجيا أو فرط التذكر. فحوصات الدماغ لقت فروق واضحة في مناطق معينة عند جيل أكبر ونشاطها أعلى، خصوصا المناطق المرتبطة بالذاكرة والسير الذاتية والتحكم في التسلسل الزمني. يعني دماغها مش بس بتحفظ أكتر، دماغها مش بتعيد كتابة أي حاجة. وهنا هي دي المشكلة. احنا بنفتكر ان الذاكرة القوية هي الذاكرة المثالية، لكن علم الأعصاب بيقول حاجة مختلفة تماما. الذاكرة الطبيعية مش أرشيف، هي راوي بيعيد كتابة القصة كل ما يفتكرها. كل مرة بتفتكر موقف دماغك بيعدل عليه شوية، وبيحذف تفاصيل مؤلمة وبيضيف معنى جديد وبيغير الزاوية. وانت كده مش بتكذب على نفسك، لكن دماغك بيحميك. وده بالظبط اللي جيل برايس محرومة منه. هي مش بتعاني لأنها بتفتكر أكتر منك، هي بتعاني لأن ذاكرتها مش بتسمح لها تروي القصة من جديد. كل يوم مؤلم عاشته لسه مؤلم بنفس القوة، لأن دماغها ما حفظتهوش كحدث فات، وما حفظتهوش كجرح تعافى، وما حفظتهوش كدرس اتعلمته، لكن حفظته كلحظة حاضرة. وهنا السؤال اللي لازم نقف عنده: لو النسيان رحمة، ليه الصدمات بترجعنا؟ وليه في PTSD؟ لأن الدماغ مش بيمسح عشوائي، هو بيختار إيه اللي يتمسح وإيه اللي يفضل. والمعيار هو الخطر. اللحظات اللي دماغك حكم عليها إنها كانت تهديد بتتثبت أكتر، لأن الهدف مش إنك تنسى الألم، الهدف إنك تتعلم تتجنبه. المشكلة بتبدأ لما الآلية دي بتتعطل، لما دماغك يحتفظ بالخطر حتى بعد ما العدو راح، لما جسمك يفضل في حالة تأهب لحدث اتخلص منه من زمان. وده PTSD أو Post Traumatic Stress Disorder، اضطراب ما بعد الصدمة. وده النقيض التاني لحالة جيل برايس. هي دماغها بتحتفظ بكل حاجة بدون فلترة، أما دماغ ضحايا الصدمة بتحتفظ بالخطر بدون توقف. الاتنين بيعانوا من نفس الجوهر، ذاكرة فقدت مرونتها. والسؤال هنا: هل النسيان دايما صحي؟ في علاقات سامة ناس بتنسى الألم وترجع تكرر نفس الغلط. في خيانة شخص بينسى التفاصيل لكن يفضل إحساس التشوه موجود وبيأثر على سلوكه من غير ما يعرف ليه. شعوب بتنسى تاريخها فالتاريخ بيعيد نفسه. يعني الحقيقة النسيان مش رحمة مطلقة والذاكرة مش عذاب مطلق. الحقيقة في النص ما بينهم. احنا مش محتاجين ذاكرة أقوى ولا ذاكرة أضعف، احنا محتاجين ذاكرة أكثر مرونة. سنة 2008 جيل برايس كتبت كتاب اسمه The Woman Who Can't Forget، المرأة التي لا تستطيع النسيان. بتقول في جملة بتلخص كل حاجة: الناس بتقول لي إن قدرتي هدية، بس العيشة بيها عذاب. مش لأن ذاكرتها قوية، لكن لأن ذاكرتها جامدة. انت مش محتاج تفتكر كل حاجة، انت محتاج تعرف تحكي قصتك بشكل مختلف. الدماغ الصحي مش اللي بيحفظ كل حاجة ولا اللي بيمسح كل حاجة، هو اللي بيسمح لك تاخد الحدث، تفهمه، تتعلم منه، تحطه في مكانه الصح في حياتك. مش تنساه، لا تتجاوزه. وده بالظبط اللي جيل برايس مش قادرة تعمله، لكن انت تقدر تعمله. في النهاية ما تنساش، فهمك لنفسك هو أول خطوة للتغيير، والوعي هو مفتاحك لكل خطوة جديدة.
لو عجبتك الحلقة لايك شير سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد، واشوفك في رحلة جديدة جوه عقلك.